أكثر امتحانات رخصة السياقة تعقيدا هو امتحان رخصة السياقة في الصين، مختلف تماما عن امتحان رخصة السياقة في المغرب. كيف ما كتشوفوا أنه المسار مختلف بشكل كلي. أول حاجة كيديرها المتدرب كيخرج، كيمشي نيشان، كيدور على اليمين، من بعد كيدير الكراج كيف ما شفتوا، وكياخد هذا المسار هذا اللي على شكل 8. ما خصوش يخرج الجناب ديال الطوموبيل على داك لي ليني اللي هما بويض. من بعد كيخرج من المسار على شكل 8، كيمشي في هذا المسار هذا، وفي هذاك المسار فيه واحد العقبات بالصفر كيف ما كتشوفوا، دوك العقبات بحال الطريطوار. من بعد كيكون مطالب هنا باش انه يرجع للخلف. الرجوع للخلف هنا كيف ما كتشوفوا هو على شكل متموج، يعني ما كيرجعش في واحد الطريق اللي هي مسرحه، لا كتكون متموجه. وخصو كيف ما قلنا يحترم دوك الخطوطه البويض اللي في الجناب، ما يخرجش منهم. واش كتظنوا انه الا كان عندنا الاختبار هذا في المغرب كيفاش غادي تكون نسبة النجاح؟ هنا كاينه بحال العقبة كيرجع فيها عماق شغيق، كاين دوك لعيبات الصوفا اللي قلنا في الارض اللي هما على شكل طريطوارات كيطلع فوق منهم، ومن بعد كيولي كيهبط من الجهة الاخرى عاوتاني، كاينين حتى في الجهة الاخرى. ها نتوما كيف ما كتشوفوا. من بعد كيكمل الرجوع ديالو للخلف، وخصو في ضربة واحدة يدير ستاسيونمون. ها نتوما كيدير ستاسيونمون دقة واحدة، يعني مانوفر وحده، ما كيوقفش. من بعد ما كيوقف السير ديالو كيجيو ليكزاميناتور كيشوفوا. من بعد هنا كيكون مطالب باش انه يجيب الدوره ديالو هنا لداخل ديال هذا المربع هذا. ها انتم كما كتشوفوا كيدير الدوره ديالو لداخل ديال هذا المربع. من بعد كيوقف على اليمين، هنا كيكون صار الاختبار. ما تنساوش تجاوبوني على انه الا كان عندنا نفس الاختبار كيفاش غادي تكون نسبة النجاح عندنا. واش الا دوزتي انت هذا الاختبار هذا غادي تنجح؟